السلام عليكم. أنا شريف عرفة، طالب في جامعة ميريت كلية الطب البشري. النهاردة هنتكلم عن البلوكات اللي موجودة معانا في الترم الأول من سنة أولى. إيه اللي هو نظام البلوكات؟ نشرح يعني إيه بلوك أصلا، وإيه نظام البلوكات، وإيه البلوكات اللي هناخدوها في الترم الأول من سنة أولى. بالنسبة لنظام البلوكات، فالبلوك عبارة عن مادتين، يعني كل بلوك بيبقى عبارة عن مادتين. المادتين غالبا بيبقى ليهم علاقة ببعض، درجتهم بتتحسب مع بعض وبتمتحنهم في نفس الشيت. طب ايه البلوكات اللي بتبقى معانا في الترم ده في سنة أولى؟ أول بلوك معانا هو البي اس ام، في بلوك التاني هو البي ام اس، ثم السي بي اف، ثم البي بي اس، والإنجليزي. إنجليزي؟ ايه الاسم الغريب ده؟ ما تقلقش، هنشرح الكلام ده معناه ايه، هنشرح كل بلوك ايه المواد اللي بندرسوها فيه. سأبحر رغم ذلك نحو أمنيتي لعل سفينتي لمرادها تصل. بالنسبة لأول بلوك معانا هو بلوك البي اس ام. سيبك من الأسامي، البي اس ام هو اختصار Principle of Study Medicine. وده بلوك ما لناش دعوة بالاسم، احنا مش هنحفظه الاسم، احنا عايزين نعرف المحتوى بتاع البلوك ايه. البلوك ده بناخدوه في أسبوع بس، ممكن تاخده في أول السنة وممكن تاخده آخر السنة. هو المفروض تاخده أول السنة لأن دي حاجات هتساعدك خلال السنة اللي انت هتدرس فيها، خلال السنة بتاعتك المفروض تاخده أول الترم أقصد. فهو احنا في السنة اللي فاتت خدنا آخر الترم، معرفش السنة ده هيبقى نظامه عامل ازاي. ده بيتكلم عن ايه؟ أول حاجة بيتكلم عن الحاجات المتعلقة بإنك ازاي تعمل برزنتيشن، ازاي تعمل عرض تقديمي، اسلوبك يبقى عامل ازاي، ازاي تعمل باوربوينت جذاب بحيث تقدر توصل المعلومة للمستمع او المشاهد اللي انت بتقدم له البرزنتيشن ده. ده جزء منه، وهيتكلم عنه برضو جزء. هنتكلم عن جزء تاني هو جزء الترمينولوجي او المصطلحات الطبية. المصطلحات الطبية دي برضو هتساعدك طول السنة، ومن الحاجات اللي هتفيدك في المحتوى بتاعك. بالنسبة لموضوع الترمينولوجي في كورس حاليا احنا خلصنا الدورة الأولى منه مع بعض منكم أو جزء من زمايلكم. اشتغلنا أول حاجة على مصطلحات إنجليزي بس خاصة بكل أجهزة الجسم، السيستم بتاعة الجسم. اشتغلنا على المصطلحات الطبية اللاتينية، وعرفنا أي أجزاء المصطلح الطبي وإزاي تعرف تقرأ المصطلح الطبي. خدنا أمثلة اتدربنا عليها وهكذا. لو أنت عايز الكورس ده ابعت على الرقم ده، حاليا في خصم 50% عليه. ده كده بالنسبة لأول بلوك معانا هو بلوك البي اس ام. البلوك التاني هو من البلوكات الأساسية، هو بلوك البي ام اس، اختصارته Principle of Macroscopic and Microscopic Structure. ماكروسكوبيك، ماكرو يعني ايه؟ بتدرس حاجات كبيرة، بتدرس العضو نفسه. وده خاص بالمواد، هنتكلم عن المواد اللي فيه. سيبك من الاسم برضه، مش هنستفادوا حاجة لو عرفنا اختصارها دي معناها ايه. المواد اللي معانا في البلوك ده، أول حاجة معانا الأناتومي اللي هو علم التشريح. وما تخافش، مش التشريح اللي في دماغك ان انت هتجيب جثث وتقعد تقطع فيها، لا مفيش الكلام ده اصلا. احنا في سنة اولى بناخد كلام جنرال، كلام عام. هندرس في المادة دي ايه اللي هو الاناتومي. اول مادة معانا في البلوك هندرس فيها هيكل الاعضاء بتاعت جسمك، الاماكن الاناتوميكال بوزيشن بتاعها، الاماكن بتاعتها فين، كل سيستم بيتكون من ايه. هناخد اول حاجة انترودكشن. الانترودكشن للاناتومي هتكلمك عن شوية حاجات عن العظام، معلومات عن العظام، معلومات عن المفاصل، الجلد. بعد كده تخش على الأجهزة بتاعة الجسم، الجهاز الهضمي ومكوناته، الجهاز التنفسي ومكوناته، وهكذا. ده الجزء الخاص بالجنرال اناتومي. هتاخد مع الاناتومي الامبريولوجي والاناتومي دول مع بعض. الامبريولوجي ده العلم الخاص بالأجنة، ده بيدرس المراحل الأولية في تكوين الجنين. أول حاجة بيدوك الأعضاء التناسلية بتاعة الذكر والأنثى، وبعد كده بيدوك المراحل الأولية في حياة الجنين، اللي هو مرحلة أول حاجة بيحصل الإخصاب، بعد كده يبدأ تكون الجنين والكلام ده كله. ده هناخدوها في الإمبريولوجي، وده يعتبر تبع الأناتومي. ده كده بالنسبة للأناتومي والإمبريولوجي، دول مادة لوحديهم. المادة التانية اللي معانا في البلوك هي مادة الهيستولوجي. والهيستولوجي هو علم دراسة الأنسجة، والنسيج ده حاجة صغيرة أصغر من العضو نفسه. فأنت أول حاجة أنت مش هتتكلم عن أنسجة خاصة بأعضاء في سنة أولى، هتاخد حاجات جنرال بس. المادة دي لو البلوك كله على بعضه هتقسمه إلى 70% من درجة البلوك للأناتومي والإمبريولوجي، و30% للهيستولوجي، بالنسبة لتوزيع الدرجات أو توزيع الأسئلة. يعني لو البلوك ب100 درجة مثلا، يعني معرفش بكام درجة، مش فاكر، يعني لو هو ب100 درجة
فهيبقى عليه 70 درجة للأناتومي و30 درجة للهيستولوجي، وبالتالي وانت بتمتحنهم مع بعض في نفس الشيت. بالتالي لو انت قفلت مثلا الأناتومي جبت 70 من 70، والهيستولوجي نقصت ال30 درجة بتوع الهيستولوجي، فانت ناجح برضو، لأن دي درجة البلوك كامل. أنا بقول كده بس عشان التساؤلات، يعني مش الحقيقة، انت أكيد لازم تذاكر كله عشان تستفاد منه. البلوك اللي بعده هو بلوك السي بي اف، وده اختصار سيل بيولوجي اند فانكشن. مش مهم برضو زي ما قلنا الكلام ده والاختصارات. هو عبارة عن مادتين. أول مادة معانا هي البايوكيمستري. البايوكيمستري اللي هي الكيمياء الحيوية، دي بتاخد فيها حاجات زي الكربوهيدرات مثلا، تاخد البروتينات، تدرس مثلا الميتابوليزم بتاعهم، اللي هي الأيض الغذائي بتاعهم، ازاي الجسم بيقدر يستفاد منهم، وازاي الجسم يقدر يطلعهم بره بعد ما خد الاستفادة منهم. دي اللي هو الميتابوليزم بتاعهم. بتدرس حاجات مثلا زي المينرال، المعادن، تدرس الفيتامين، وهكذا. دي الدراسة بتاعتك في مادة البايوكيمستري. البلوك اللي هو السي بي اف ده والبي ام اس زي ما قلنا، دي من البلوكات الأساسية اللي عليهم أعلى درجات. قلنا السي بي اف معانا دلوقتي، البايوكيمستري خلاص عرفنا ايه هي الكيمياء الحيوية، ودي بتمثل 70% من درجة البلوك. زي ما قلنا في الأناتومي، الأناتومي كان 70% من درجة البلوك، دي برضه بتمثل 70% من درجة البلوك. ودي برضه تعتبر من الأرخم المواد في الترم الأول، فلازم تشد حيلك، وعايزة حفظ كتير، فلازم تدرب نفسك إنك تحفظ فيها كتير. بالنسبة للمادة التانية في البلوك ده هي مادة الفسيولوجي. الفسيولوجي هو علم وظائف الأعضاء، ده بيدرس الوظيفة بتاعة أعضاء الجسم المختلفة. زي مثلا هقول لك ايه وظيفة الاستومك، المعدة. بس ده مش دلوقتي، احنا هندرسوه متى؟ الكلام ده هندرسوه في السيستم في سنة تانية. احنا دلوقتي هنتكلم عن الفسيولوجي كجنرال، هناخد كلام جنرال عن الفسيولوجي، هناخد كلام عام. المادة بتاعت الفسيولوجي دي بتبقى 30% من درجة البلوك، ودي من أسهل المواد اللي هتقابلكم في الكلية. بالنسبة للبلوك البي ام اس والسي بي اف زي ما قلنا، دي من البلوكات الأساسية. كل بلوك بتاخد فيه شهرين، كل بلوك بتاخد فيه شهرين. يعني انت مثلا هتبدا بي ام اس، هتبدا اناتومي وهيستولوجي، هتدرس محاضرات للاناتومي والهيستولوجي، وهتاخد سكاشن الاناتومي والهيستولوجي في الشهرين دول. في الشهرين دول هتمتحن 3 امتحانات، هتمتحن ميد، وهتمتحن عملي، وهتمتحن فاينل. الميد اللي هو الامتحان الشهري، غالبا بيبقى بعد 3 اسابيع، لان كل بلوك عباره عن شهرين. بعد 3 اسابيع تقريبا بتمتحن ميد. امتحان الميد بيبقى على الكمبيوتر، وغالبا بيبقى كله اختياري. الفاينل، العملي الأول، العملي ده بيبقى في آخر البلوك، يعني آخر الشهرين. ممكن تمتحنه على الكمبيوتر أو ممكن تمتحنه في المعمل، حسب نظام المادة وحسب الدكتور هيحدد إيه. بالنسبة للفاينل، وبتمتحن المادتين مع بعض، يعني السي بي اف بايوكيمستري وفسيولوجي، تمتحن المادتين مع بعض. في الميد هتمتحنهم مع بعض، في الفاينل هتمتحنهم مع بعض. بالنسبة للفاينل، الفاينل عبارة عن حاجتين، جزء منه اختياري وده الجزء الأكثر، وجزء منه مقالي، ده بالنسبة للفاينل. ودول البلوكات الأساسية اللي هم بلوك البي ام اس والسي بي اف. واحد هتاخد فيه شهرين، هتمتحنه وتخلصه، خلاص مش هتفتحه تاني. انت خلاص انت امتحنته، مش هتمتحنه تاني، هتمتحنه في الشهرين دول وخلاص. وبعد كده البلوك خلصت، مثلا بلوك البي ام اس امتحنته وخلصته، تبدأ بلوك السي بي اف، وتعمل نفس تاخد المحاضرات، وبعد كده تمتحنه ميد وفاينل وعملي، وبعد كده خلاص خلصت بلوك السي بي اف. كل واحد فيهم بشهرين. آخر بلوك معانا هو بلوك البي بي اس. بلوك البي بي اس دي من البلوكات السهلة، يعني في ناس مضمونة بالنسبة لناس كتير، تقدر تجيبوا فيها امتياز، أسهل البلوكات معانا في الترم الأول. بلوك البي بي اس ده بيتكلم عليه في جزء سايكاتري، اللي هو بيتكلم على علم النفس، وفي جزء منه تاني شوية إكسكس ولا وآداب وقوانين لمهنة الطب. هي الآداب والقوانين اللي بتحكم مهنة الطب في مصر، ودي أصلا يعني تعتبر المادة الوحيدة اللي عربي معاك، الباقي كله بيبقى إنجليزي. فالإكسكس دي اللي هو جزء من بلوك البي بي اس، ده الجزء ده هو بس اللي يعتبر عربي، والباقي كله انجليزي. فالبلوك ده سهل، ودرجاته اقل من درجات البلوكات الاساسيه اللي هم البي ام اس والسي بي اف. البلوك البي بي اس ده بيبقى معاك ممتد، بيبقى معاك قاعد طول السنه، وبتمتحنه اخر السنه. يعني دايما مش شهرين وتمتحنه وخلاص وتسيبه، لا، ده بيبقى معاك طول السنه وتمتحنه في الاخر. طبعا عدد المحاضرات بتاعته بتبقى اقل، ما فيش سكاشن ليه، مش جزء عملي، الجزء العملي بتاعه قليل، فمش هتلاقي ليه سكاشن. اللي فاتوا، اللي سواء اناتومي بي ام اس او سي بي اف،
هتلاقي ليهم سكاشن عشان فيهم جزء عملي. فبي ام اس وسي بي اف دول هتنزل فيهم سكاشن. اما البي بي اس ده محاضرات بس. اخر مادة معانا اللي هي الانجليزي، ودي من المواد اللي مش بتضاف للمجموع، ولكن هي نجاح وسقوط، يعني مجموعك خلاص اللي فوق دول هيجيبوا مجموعك. اما الانجليزي مش هتضيفه للمجموع بتاعك، ولكن هو نجاح وسقوط، لو انت سقطت فيه لا قدر الله هتاخده في السمر. فيعني هو مادة سهلة ومش هتتعب فيها يعني. ده بالنسبة للبلوكات بتاعت سنة أولى لو استفدتوا منهم. ده بالنسبة للبلوكات بتاعت الترم الأول من سنة أولى، لو استفدتوا منهم. أنا حاولت أبسط الموضوع على قد ما أقدر، ولو حد عنده مشكلة يبعت لي عادي ونشوفوا إيه المشكلة بتاعته. في حاجة ما فهمهاش يبعت لي، ويا ريت تشتركوا في القناة عشان لو في محتوى تاني هينزل بخصوص الجامعة يوصل لكم.